والله. حتى الاعدادات اللي انا عاملها على الفيس في حاجات معينة مش واضحة برضه. لكن مفيش يأس. حتى الاوراق اللي انا قعدت طب ثواني معدودة. ايوه تمام، سامعني؟ ها، اتكلم؟ مساء الخير. تمام، سامعينك الحمد لله. هنقول ايه؟ كن جميلا ترى الوجود جميلا. الانسان الجميل جميل في صفاته وتصرفاته. الانسان الجميل كما قال الله عز وجل: فاصبر صبرا جميلا. وقال عز وجل: فاصفح الصفح الجميل. وقال عز وجل: واهجرهم هجرا جميلا. فتجد أن الله عز وجل يصف الصوت إيه؟ واضح؟ الحمد لله. الله عز وجل يصف الإنسان بثلاث صفات: أنه يصبر ولكن صبرا جميلا زي ما احنا بنصبر كده، واصفح الصفح الجميل، حتى لو إنسان أساء الظن بيه هصفح عنه. واهجرهم هجرا جميلا. إن شاء الله بعد ما نخلص هنمشي. فكن جميلا، يعني الإنسان الجميل الناس تحبه، الناس تحب. يا سلام، أستاذ المدرب لطفي معانا، صبر بدون ضجر. يا سلام، أيوة شاركونا كده، ما شاء الله ما شاء الله. ففي يعني ايه فتح رباني منكم، ان يعني استعدادكم الجميل ده. طبعا في معاناة الإنسان بيعانيها يوميا، بل ممكن كل دقيقة يعني. وإحنا بنشوف الأحداث، يعني إحنا نبص حوالينا اللي بيحصل في مصر، واللي حاليا في العراق، واللي في هنا وهنا، حاجات كتيرة بتحصل، وفتن في مصر ليس لها آخر. والناس تعبانة، الناس زهقانة، الناس بتفكر في حل. ففروا إلى الله، الله عنده السرور. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الله عز وجل وأنه هو أضحك وأبكى، إن مع العسر يسرا. نعم، من العجيب في كلمة يسر وكلمة عسر إنك تلاقي الإعجاز العددي في القرآن 36 مرة يسر و12 مرة عسر. سبحان ربي العظيم، يعني نسبة 3:1. ما شاء الله، لن يغلب عسر يسرين، لكن الضعفين. سبحان الله. فإن شاء الله الحياة أمل، زي ما في يعني أخت اسمها الحياة أمل، فبتدوني تفاؤل وبتدوني انشراح للصدر. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا، يعني إيه، أن نكون سببا في سعادة بعضنا البعض. فمن بين الموضوعات التي أنزلتها على المنتديات أنك تنظر إلى الحياة نظرة جميلة. انظر إلى الحياة نظرة جميلة بعين الرضا والجمال، بعين الرضا والجمال. يعني ربما إنسان مش شايف الرضا ولا الجمال لأنها مش جواه. فكن جميلا، أنت يكون فيك جمال، يكون فيك شيء من الجمال، تتجمل يا أخي الكريم. ممكن إنسان بدل ما تشتمه
تطيب خاطره. يشوف الجميل، الطفل الإيمان بيتكلم كن جميلا ترى كل شيء جميل فعلا. الإنسان اللي مش كويس تلاقي الناس عنده كلهم مش كويسين. حسب رؤيتك لنفسك وللآخرين. يا سلام ما شاء الله. فتنظر إلى الحياة من خلال نافذة ملونة، ستجد هذا الكون واسع ومدهش وجميل. ستجد أن الحياة رائعة بجميع الألوان، رغم أن في يعني مرارة شديدة جدا في حياتنا، وتصل إلى أحيانا اليأس. لكن الإنسان المؤمن هو ده الفرق بين المؤمن وغير المؤمن. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. شوف ازاي المؤمن بيكون له وضع تاني، وضع خاص. عجبا لأمر المؤمن. شفت ازاي بيقول نشعر بطعم الحلو إذا ما ذقت مرارة الحياة. فالمعنى إننا بإذن الله وحوله وقوته نستطيع أن نقلب العبوس إلى ابتسام. كتاب استمتع بحياتك للشيخ محمد العريفي يتحدث فيه عن أشياء تنمية المهارات، يعني تنمية مهارة الجمال مثلا، إنك تتلمس الجمال في كل شيء حواليك. يعني حينما تتلمس الجمال سوف تجد الجمال. انت يعني الجمال مثلا هيسيبك ويهرب؟ لا، لكن حاول تنظر للأمور بنظرة النحلة. يعني هو العلماء يقول لك ايه، انك لما تنظر بعين النحلة فترى الجميل. لان النحلة يا اخوانا ما ينفعش ان هي تروح لنبات الخشخاش او نبات حشيش او نبات سيء او نبات حار او كذا، تذهب الى النباتات الطيبة جدا. فتنظر الى الامور بهذه اهو، لا تقع الا على جميل، لازم زهور وورود. ايوه، تفتح الا على الجميل والاشياء الجميلة، لانك جميل. ما هو دي صفتك، لان انت جواك جمال. الجمال ده بيبان ان انا بتكلم معاك، بتكلمني باحترام بادب جم، تكلمني بمنتهى الحلاوة واللطافة وانشراح الصدر. نجد ان ربنا عز وجل بيتحدث عن موسى وهارون، وصاهما بأن يذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. أكثر أهل الأرض يقول له قول لين. ربنا عظيم، ربنا عظيم. إزاي يكلمه كده؟ يبعت له سيدنا موسى وأخوه هارون عشان يقولوا له قول لين. طب إحنا ليه بنغلظ على بعض؟ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. الاعتناء بالناس. الإنسان المهذب بيقابل الناس بأسلوب مهذب جدا ورائع جدا ويشرح الصدر. يعني أعلم أن بعض الصالحين قابل إنسانا فسلم عليه سلاما جميلا. يا سلام، شوف حضرتك لما بتقابلني بكل احترام ومودة وقد تحتضنني، يعني تحضني. احيانا وانا كنت بسمع اغاني زمان، فكنت بسمع عبد الحليم يقول لي يا اصحابي يا اهلي يا جيراني تعالوا اخدكم في احضاني. هل انت عندك استعداد تاخد الناس كلها في حضنك؟ عندك استعداد انك تتحنن على جميع خلق الله عز وجل؟ عندك استعداد؟ فعلينا ان نتذكر هذا الامر جيدا. حينما تتحدث مع انسان فلا بد ان تهتم به، تنصت اليه، يعني تعبره زي ما احنا بنقول بالكلام المصري. انسان له مشاعر واحاسيس، تحاول انك انت
يعني تعلي من شأن هذا الإنسان وتعطيه قدره. فرحماء بينهم. شوف الكلام الجميل. نور الإسلام يقول لنا إيه؟ رحماء بين. إيه الجمال ده يعني، سبحان الله. فن الإنصات ده له يعني موضوعات كبيرة. فإنسان تنصت إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الوليد بن المغيرة فسمعوا للآخر. أفرغت يا أبا الوليد؟ الله أكبر. أفرغت يا أبا الوليد؟ أنت خلصت، اسمعني. ولما سمعوا إيه اللي حصل؟ لقد رجع إلينا أبا الوليد بوجه غير الذي ذهب به. الله أكبر. يا سلام. شوف الإنصات، تنصت لإنسان مجرد أنك تسمعه، تعبره، تهتم به، تتلطف في القول. يعني وقع تحت يدي حديث للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار كل هين لين سهل قريب. يا سلام. بنحتاج إلى هذه الصفات. إن الله حرم على النار كل هين لين سهل قريب. يا سلام. إزاي الإنسان يكون قريب من الناس، متواضع، يعلو شأنه بين الناس. هذا الإنسان هين لين سهل قريب.